العيد بقى ما يحلاش الا بصينية الرقاق طري المورق الجميل دوت. يلا بقى معانا كده طاسة على النار، حطينا فيها معلقة من الزيت، وطبعا ده بصل معانا متقطع. هنشوح البصل كده الاول شوية لحد ما يدبل. بعد كده بقى هننزل باللحمة بتاعتنا المفرومة، وهنقلبها كده مع البصل لحد ما تاخد معانا لون كده. بعد كده هننزل بملح وفلفل ونسيبها لحد ما تستوي معانا وتبقى معانا بالشكل الجميل ده. بعد كده بقى معانا الشوربة بتاعتنا. لو مش موجود عندك شوربة ممكن تستخدمي مية متدوب فيها شوية من الملح. وبعد كده هنجيب الرقاق بتاعنا. اهم حاجة بس ان الشوربة تكون بتاعتنا سخنة. هنبتدي بقى كده نرش الشوربة بتاعتنا على الرقاق كده زي ما احنا شايفين، رشة بسيطة كده عشان يطرى معانا شوية. وبعد كده هنحطه في الصينية، وبعدين هنرش على الرقاقة كده معلقة من السمنة بالشكل ده عشان يطلع معانا الرقاق مورق وحلو. بعدين بقى هنبل بقية الرقاق بتاعنا كده. احنا هنحط 4 رقات في الاول، وبعدين هنحط اللحمة، وبين كل رقة ورقة بنرش طبعا معلقة كده بسيطة من السمنة بالشكل ده. هنخلص الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة كده برضو. وزي ما اتفقنا لو مفيش عندك شوربة عادي هاتي مية سخنة وحضري فيها شوية ملح وبلي بيها الرقاق، مفيش مشكلة، مفيش حاجة توقفك. بعد كده برضو هننزل بمعلقة السمنة كده. وهنا طبعا كنا حاطين ال4 رقات اللي هما في الجزء الاول. هرش برضو معلقة من السمنة هنا بتخلي الرقاق معانا مورق وحلو. بعد كده بقى هننزل باللحمة اللي احنا عصجناها ونفردها كده بقى على وش الرقاق بتاعنا كده من فوق. بعد كده بقى هننزل بالطبقة التانية ال4 رقات التانيين. ممكن تحطي 5 زي ما تحبي او حسب يعني حجم الصينية بتاعتك. وهرش برضو بين كل رقاقة والتانية كده معلقة من السمنة، معلقة بسيطة يعني زي ما احنا شايفين كده. وبكده كان صينية الرقاق بتاعتنا خلصت. هنقطعها بقى. وبعد بقى ما قطعناها كده بالشكل ده هنحضر لها بقى تشريبة كده عبارة عن نص كوباية من اللبن ونص كوباية من الشوربة ومعلقة من البودر، وبندوبهم وبعد كده بندخلها بقى الفرن عشان تطلع معانا بالشكل الجميل دوت. معاكي بقى صينية فطير مش رقاق طري وجميل كده ممرق زي ما احنا شايفين. جربوا بقى الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم. وان عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة ودعمكم الجميل ليا. يلا بقى نقطع صينية الرقاق بتاعتنا زي ما احنا شايفين. الرقاق جميل وطري ازاي ومورق وعامل زي الفطير بالظبط. بشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد على خير.